السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي يوميات جزائرية في أمريكا My Life in the USA. قناة جديدة متخصصة في أمور الغربة والحياة في بلاد المهجر وبالضبط في أمريكا. معكم حياة من الجزائر العاصمة، مغتربة مقيمة بأمريكا. بون سورة كنت تسقسوني سؤال كيفاش درت باش لحقت لأمريكا، كيفاش تحصلت على الفيزا لأمريكا. تو سامبلومون انا ربحت في لا لوتري. I won the DV lottery، قرعة القرعة الأمريكية، اللي هي عبارة عن قرعة اللي تندار كل سنة في الموند اونتيي. ونقدر نقول انه كنت محظوظة بزاف 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 كي ربحت في هذه القرعة. أو علاش؟ باسكو تو سامبلومون هذه القرعة تفتح لك ابواب كتير كبيره باش تجي هنا الامريكان امريكا باش تقرا ولا تعيش ولا باش دير المستقبل تاعك. وكما على بالي كاين بزاف 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 من الجزائريين اللي حابين يجوا هنايا لامريكا. وكما نعرفوا كامل باللي باش تحصل على فيزا لامريكا ماشي باش يستاهل. سافو دير ما يمدوهاش فاسيلمون. مي كي تربح في لا لوتري راك تهنيت من المشاكل هذيك تاع ديبوزي الفيزا ورفضوها لك وكلش. دونك فيزا مضمونه على 100%. والحاجه المليحه فيها كما كنت نقول لكم سيك تضمن انك راح تكون ليغال بيرمننت ريزيدنت في اليو اس. حاب يقول راح تكون مواطن شرعي، مهاجر شرعي في الامريكان مثلك مثل اي مواطن امريكي اخر. معناتها حاب يقول عندكم نفس الحقوق، صف الحق تاع الفوت. حاب يقول ما عندناش الدروا باش نفوتيو، سينو لي دروا الاخرين كامل نفسنا نفس الحقوق تاع لي زاميريكان، ما كان حتى اختلاف. دونك للناس اللي حابين يجوا يعيشوا في امريكا هنايا باش يخدموا ولا باش يقراوا ولا باش يديروا المستقبل تاعهم، ننصحكم باش تشاركوا في القرعه وان شاء الله ربي يوفقكم وتربحوا. دونك انا من خلال القناه تاعي هذه راح نحكي لكم على القرعه، وكيفاش وشنو هي هذه القرعه، كيفاش تلعبوا فيها. نحكي لكم على التجربه تاعي انا كيفاش